الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وجعل الله تبارك وتعالى هذا الشهر الطيب المبارك صيامه وقيامه في ميزان حسناتكم يوم القيامة، اللهم آمين. في بعض الناس أكثر من واحد سألني عن الزكاة، عن زكاة الفطر. أولا، احنا نبهنا مرارا وتكرارا سواء كان في البداية أو كان في العام الماضي إن زكاة الفطر بتخرج في آخر الشهر، لا في أوله ولا في أوسطه، في آخر الشهر. وهذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهنا في لمحة لازم نحطها في الاعتبار. ما دام طهرة للصائم من اللغو والرفث أي من انتهى صومه. يعني انتهى صومه يعني ظل حيا حتى أكمل شهر رمضان وحل عليه أو وجب عليه زكاة الفطر فوجبت عليه الزكاة. في الحالة دي يخرج الزكاة. يبقى ممكن الإنسان منا أو في ناس كتير ماتت، اللي في أول الشهر واللي في نص الشهر، كل يوم في ناس بتموت. كل الناس دي سقطت عنهم زكاة الفطر. إمتى تجب زكاة الفطر؟ حينما ينتهي آخر غروب شهر رمضان، آخر شمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بعد غروب آخر شمس من رمضان قبل صلاة العيد، يعني في الليلة الأخيرة. مش في الليلة الأخيرة، لا، في ليلة شوال، ليلة العيد. ليه؟ إيه السبب؟ حتى يكون جميع المسلمين عندهم ما يكفيهم، فيكون الجميع في حالة سعادة وسرور، ولا يحتاج هذا لذاك ولا ذاك لتلك أو لأي فرد. خلي بالك، فالإنسان منا لو أخرج الزكاة في أول الشهر يجي في آخر، لو إحنا كلنا أخرجنا في أول الشهر يجي في آخر الشهر برضه الفقير محتاج ما إن هو يجيب لأولاده هدوم، ويجيب لأولاده زيك، ويجيب لأولاده مش عارف بلح، ويجيب لأولاده مش عارف كذا وكذا، أي ما تعارف عليه الناس من أمور البهجة والسرور في عيد المسلمين. خلي بالك، أنا بقول لك دي ما تعارف عليه الناس. وفي كثير من الأشياء يعني ابتدعها بعض الناس لكن أصبحت في الآن من العرف. خلي بالك الشيء في الكلام أن زكاة الفطر تخرج في نهاية الشهر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرجها بعد انتهاء رمضان نهائي قبل صلاة العيد. خلي بالك، بعد وفاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة سيدنا أبو بكر الصديق وربما كمان سيدنا عمر بن الخطاب، جه سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اجتهد حسب الناس وحسب المكان والعصر الذي عاش فيه، وقدم الإخراج يوم أو يومين، طلعها يوم 28 أو يوم 29. ليه؟ علشان هو رأى إن فيها مصلحة للناس، اللي هيروح ويسوق ويشتري ويجيب ويودي قبل العيد برضه، علشان يبقى الكل يوم العيد سعيد وفرحان ومسرور. احنا في الوقت الحالي أسأل الله تبارك وتعالى
العصبة في ذلك ونحن نجتهد إن إحنا بنقدم ذلك برضو يوم أو يومين، يبقى بنخرج زكاة الفطر يوم 26 يوم 27، بحيث إن الراجل اللي إحنا هنوديله الصدقة بتاعتنا يروح سوق الجمعة أو يوم الخميس اللي هو محدد ده، خلي بالك، أو يروح مثلا على مكان ما، أي سنتر ولا في أي مكان ما، ويبدأ يشتري الهدوم بتاعته وبتاعت أولاده، أو يشتري أكل الفطرة بتاعته وما شابه ذلك مما تعرف عليه الناس. يبقى الشاهد في الكلام زكاة الفطر في نهاية الشهر، لا في أوله ولا في أوسطه، في نهاية الشهر. وإحنا السنة اللي فاتت وضعنا صندوق هنا للناس اللي هم مستجدين على المكان. طبعا إحنا كلنا مغتربين، كلنا مغتربين، وكلنا أصحاب عائلات وأصحاب يعني أماكن في البيوت، لكن الأفضل ما تكتسب منه رزقك تخرج فيه زكاتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أغنياء المكان يخرجون زكاتهم لفقراء المكان، فكل مكان أولى بما فيه. للراجل اللي بيقول يعني أنا أطلع هنا ولا أطلع في البلد؟ لا، هنا أولى. لو طب افرض أنا مانيش عارف حد ومش عارف أتصرف، إحنا قلنا يا إخواننا إحنا عارفين دلوقتي معانا جدول ببعض الأسر الفقيرة المحتاجة، سواء كان بفقراء أو يتامى أو مساكين أو ما شابه ذلك، خلي بالك. وعملنا السنة اللي فاتت صندوق وسميناه صندوق زكاة الفطر، وبفضل الله تبارك وتعالى في ناس كثير استجابت في الأمر وقمنا بتوزيع هذا المال، وبنعمل نفس العمل السنة دي بفضل الله تبارك وتعالى، بس في آخر الشهر. بوضح الكلام، في آخر الشهر، خلي بالك، يعني يوم 27 ويوم 28، خلي بالك، أو يوم 26. في الحالة دي بتخرج زكاة فطرة. طيب هي كام؟ إحنا كل سنة تقريبا يعني بسم الله بيحددها لنا المفتي، كل سنة بيحددها. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج صاعا من تمر أو من شعير. بمعنى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى سيدنا يعني قال تمر وبعد كده راح قال شعير. التمر ده الكيلو فيه بالشيء الفلاني، والشعير ده أزهد الأشياء، علشان يقول لك إن أي حاجة تستحدث في أي بلد ما دام أصبح قوت للبلد، من أرز، من عدس، من فول، من كذا من كذا من كذا، داخل في أغلى شيء وأرخص شيء، طلع على طول من أي شيء قوت للبلد. كم يعني؟ الصاع قدروه ب2 كيلو ربع، 2 كيلو ربع. طبعا يعني احنا أغلب قوت المكان، أي سفرة في الدنيا في الوقت الحالي بتلاقي عليها أرز، هو دي غالب قوت الناس. يبقى 2 كيلو ربع رز، كام يعني سعرهم؟ يعني تقريبا الكيلو ب3.5، يعني ال2 كيلو ب7 جنيه، وفي ربع كمان يعني نقول جنيه، يبقى 8 جنيه للفرد تقريبا. طيب هل يجوز ان انا اشتري الارز وبعد كده اطلع؟ لا، ما تتعبش نفسك ولا تكلف نفسك، ان انت ما دام ما بتزرعش يبقى في الحاله دي بتخرج القيمه. طيب الناس اللي هم عندنا في البلد في القرى اللي بيزرعوا، لا، بيخرج الحب، سواء كان من القمح او من الرز او من الذره او من كذا او من كذا، خلي بالك. والكيلة احنا تقريبا بنطلع الكيلة عن 4، بيبقى زيادة بعض الشيء، بس يعني فإن زدت فهو خير لك، خلي بالك. بنطلع الكيلة اللي هي 12 كيلو تقريبا أو 13 كيلو تقريبا، بتطلع عن 4 عندنا في البلد. لكن احنا بالنسبة احنا هنا في الحضر، احنا مش هنروح نشتري من السوق رز ولا غلة ولا كذا ولا كذا عشان احنا نتصدق بيها، لا، بنطلع القيمة. واحنا قلت لك كده القيمة بتاعتها تقريبا ان شاء الله هتبقى 8 جنيه حسب السلعة اللي موجودة في الوقت الحالي جنب القلوب. قبل ما تغلق الحق وطلع واحجز على جنب، مش طلع الزكاة لازم تهدش كل اللي قلناه. الشاهد في الكلام، طب لمن تخرج؟ الرأي الأرجح أنها تخرج للفقراء والمساكين، لأن في بعض العلماء اجتهدوا، منهم جمهور الفقهاء قال للمصارف ال8 بتوع سورة التوبة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة اجتهد، وكثير من العلماء مالوا لاجتهاده بأنها تخرج
للفقراء والمساكين فقط، للفقراء والمساكين. وزكاة الفطر بتخرج على الجميع، على الجميع، على الكبير وعلى الصغير. لو انولد لك عيل قبل غروب الشمس اخر يوم في رمضان بتطلع عليه 8 جنيه، قول يا رب ما ينولد الا بعد الغروب. خلي بالك الشاهد في الكلام ان زكاة الفطر بتخرج امتى؟ في نهاية الشهر، لا في اوله ولا في اوسطه. هل من سؤال؟ نعم نعم. لو جه الولد قبل صلاة العيد لا أدري، أشوفها لك يعني بعد انتهاء الشهر. شوفها لك حاضر. نعم. هل جوز ايه؟ أجاز القيمة؟ لا، لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا جواز القيمة بناء على كلام الفقهاء وليس من كلامي، على كلام الفقهاء وليس من كلامي. وإحنا لسه بنقول إن العلماء بسبب ما يحدث وما يستجد فهم يستنبطون ويقيسون عما كان يفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا في الوقت الحالي انت هتروح تطلع شعير، اعذرني باللفظ يعني، هل انت هتروح تطلع شعير؟ طبعا دي كان بيطلع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت الحالي التمر الكيلو ب 300 جنيه، هل انت عندك الرز وعندك التمر هتروح تطلع تمر الكيلو 300 جنيه في السعودي بالنسبه للسعوديه، ولا يطلع الرز اللي هو ابو 5 ريال و6 ريال؟ ها نعم. أنا قلت لك لم يرد عن النبي أنه استنبط أو استخرج القيمة، لكن العلماء وهذا وارد في فقه السنة للسيد سابق وأبو مالك أنه أجاز بعض العلماء ويؤخذ بكلامهم. وفي الوقت الحالي لو أنك سألت دار الإفتاء تبيح القيمة، تبيح القيمة. إحنا مش هنروح نشتري إحنا من السوق الرز وبعد كده أبدأ أنا أطلع. طب ما أنت من باب الأولى أنا أطلعها وبعد كده هو يروح يشتري، سواء كان يشتري أرز ولا يشتري هدوم ولا يشتري كعب. هو دي قضيته مش قضيتنا. نعم ده كلام علماء. نعم أكمل أسمع كلام. نعم عليه الصلاة والسلام. أنا ماشي أنا اديتك رأي صلى على هذا، مش أنا خير. أنا اديتك رأي الفقهاء، حضرتك عايز تستني بسنة النبي ومتمسك خلاص بتنفذ. ولكن فلان ده محتاج ان هو ياخد رأي العلم. وخلي بالك أن جميع العلماء وما استنبطوه الكل قد نهل من المنبع الرئيسي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله. ثم بعد ذلك من مشى خلف الإمام أبو حنيفة يصل إلى الجنة، الإمام الشافعي يصل إلى الجنة، الإمام مالك يصل إلى الجنة، الإمام أحمد بن حنبل يصل إلى الجنة، والجميع كل فرد حسب المكان. ولذلك الإمام الشافعي كان له فقهين، فقه قديم وفقه جديد، واحد في العراق وواحد في القاهرة وواحد في مصر. ولذلك كان من أغلب الفقه بتاعه كان مختلف تماما. يقول لك ورأيه في القديم ورأيه في الجديد حسب اختلاف الناس وأطباع الناس. اتفضل. لا يا موضوع بسيط. اتفضل. بالنسبه لسؤال الشيخ ورد فيها جمعيه انه ورد جمعيه في القيمه. دي حاجه الثانيه هو بالنسبه للمفهوم اول الموضوع لو انا مثلا ليا طريق ومش في المكان يجوز ان انا اديله قيمه او اديله الزكاه؟ اذا كان يحتاج اديله وهي تبقى امرين، يعني اجر على الصله واجر على الانفاق والاخراج. نعم. حد سؤال؟ نعم اتفضل. علي صوتك. اي نعم. بالنسبه لزكاه الفطر الزكاه عموما لا تجب على من وجبت عليك نفقته. ما ينفعش تقول انا هطلع الزكاه لابويا، لان اصلا انت لازم غصب عنك تنفق على ابوك في كبر سن. ما ينفعش اقول انا هطلع الزكاه بتاعتي على ابني، ليه؟ عشان واجب عليك انفاق على ابنك. ما ينفعش اقول انا هطلع الزكاه على زوجتي، ليه؟ عشان واجب عليك ان انت تنفق على زوجتك، لكن مش واجب عليك تنفق على اخوك ولا على اختك. خلي بالك، خاصه لو كانت متزوجه
أو هو متزوج ويعول. وبرضه مش واجب على المرأة أن تنفق على زوجها، ولذلك السيدة زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود استشارت النبي ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أن تخرج زكاة مالها على زوجها، فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأختك لو كانت فقيرة أو زوجها فقير أو أخوك لو كان فقير جاز لك أن تخرج ذلك ولك أجران على ذلك. نعم نعم فضل. علي صوت لو اي نعم قصدك في الفديه. الفديه اطعام. انا قلت لك ان الفديه اطعام. هو الاستاذ يعني جاب امبارح في كتاب وقال ان في راي للحنفيه او المالكيه، جاب الكتاب ونظرنا فيه ان في راي من الاحناف اجاز اخراج القيمه بالنسبه لفديه رمضان. هو اجاب الكتاب واحنا طلعنا عليه ان ده راي من الاراء لمن تعذر له الامر. هل سائل؟ اتفضل. هل يجب على الفقير النبي صلى الله عليه وسلم الاستاذ بيسال يقول هل يجب على الفقير اخراج الزكاه؟ الجميع يخرج زكاة الفطر ما دام عنده قوت يومه وليلته اللي هو ليلة العيد. يبقى أصبح من الأغنياء، عنده فائض عن أكل يوم العيد وليلة العيد، يبقى ده من الأغنياء وجب عليه زكاة الفطر. طب هو معدوم وما عندوش ديت يبقى سقط عنه زكاة الفطر.